السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حضرات؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد مع حضراتكم من قناتكم لفة في مصر. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة دخول العيد علينا. عيد مبارك ان شاء الله، ربنا يعود علينا وعلى حضراتكم الايام بالخير يا رب. وكل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة طبعا بنودع شهر رمضان الكريم. النهاردة اخر يوم في رمضان، وانا بعتذر لحضراتكم وبتأسف لكم اسف شديد جدا بخصوص الفترة اللي فاتت دي. ما كنتش بصور طرق وما كنتش متابع مع حضراتكم باقي تحديثات الطرق لسبب انه كان شهر كريم وشهر مفترج، وانا كنت حابب ان انا ابتدي ان اصور مع حضراتكم ومش هغيب عن حضراتكم من تاني بعون الله. وبالمناسبة يا حضرات، دلوقتي احنا على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وبتابع مع حضراتكم ايه اخبار تحديثات الطريق ده. الطريق الرئيسي زي ما حضراتكم شايفين الطريق الرئيسي مقفول، وفي بعض الاماكن مفتوح، وزي ما حضراتكم شايفين كده مقسوم نصين. الطريق حارتين بس، الطريق حارتين بس، تمام، بسبب بيطوروا وبيوسعوا طريق مصر اسكندرية الصحراوي، تمام. وبالمناسبة يا حضرات، الناس اللي هتسافر في اليومين اللي جايين دول عشان الأعياد، والناس اللي هتسافر اليومين دول عشان خاطر اللي واخدين أجازات، يا ريت تكونوا واخدين بالكم وحذرين جدا على السواقة في الطريق، ويا ريت تسافروا بوقت النهار عشان الطريق عليه تعديلات كتير. طبعا ده أكثر أمانا وسلامة لحضراتكم، عشان زي ما حضراتكم شايفين كده الحواجز موجودة في منتصف الطريق الرئيسي على شمال حضراتكم زي ما انتم ما شايفين، وفي بعض الاماكن الحواجز بتكون اقصر من كده. فلتفادي السلامه لحضراتكم يا ريت حضراتكم تتبعوا القواعد المروريه وتكونوا حذرين اكتر من الاول على السفر، تمام. بالمناسبه طريق مصر اسكندريه الصحراوي تم ازاله الجزيره اللي في النص، وهيوسعوا الطريق من الاتجاهين. طريق مصر اسكندريه الصحراوي يا حضرات عليه شغل من الكارتة القاهرة لكارتة اسكندرية في الاتجاه في الاتجاهين عليهم تعديلات وتوسيعات في الطريق. وزي ما حضراتكم شايفين كده الحواجز على شمال حضراتكم لتوسيع وتطوير طريق مصر اسكندرية الصحراوي. فحضراتكم تقدروا تستخدموا الطريق البديل ليه، هو طريق الخدمات، وشغال بطريقة ممتازة جدا، وفي نفس الوقت أوسع من الطريق اللي هو الحارتين الرئيسي. فاحنا هنخرج مع بعض كده ونتفرج على طريق الخدمات بعد ما اتطور. كان بيتم تطويره الفترة اللي فاتت دي كلها طريق الخدمات، هنشوفه مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين كده طريق الخدمات ده حضرات بيخدم العربيات النقل الثقيل. السرعة المرورية عليه حضرات للملاكي 90 وللنقل 60، فعشان حضراتكم برضك تكونوا واخدين بالكم من السرعة القانونية، تمام، لتفادي اي مخالفات. ده زي ما حضراتكم شايفين كده طريق الخدمات واسع متسفلت بشكل ممتاز جدا. وعلى شمال حضراتكم من هناك خالص كده ده الطريق الرئيسي الصحراوي، وطبعا زي ما حضراتكم شايفين الحواجز. لكن طريق الخدمات معمول بشكل ممتاز جدا وشكل افضل من الاول من زمان بكتير، هيخدمنا بشكل احسن من الاول لحد ما الطريق الرئيسي يتم توسيعه وتطويره. ولكن الطريق بعد ما يخلص ان شاء الله يكون افضل. الناس تكون واخده بالها من الطريق في السفر، عشان طريق مصر اسكندريه الصحراوي بيشهد في الظروف الحاليه طبعا الناس كلها بتحب ان هي تسافر تروح اسكندريه تروح الساحل في الاجازات. فالناس تكون واخده بالها كويس جدا من الحواجز اللي في منتصف الطريق يا حضرات، عشان الحواجز دي بتؤدي الى يعني حوادث كتير جدا. فربنا يستر طريق الناس كلها ويبعدكم عن اي شر يا رب. ولكن برضك بنحب ان نوضح ان الصوره ان الطريق عليه تعديلات وعليه تطوير، فياريت نكون حذرين جدا في السواقه عليه، لما تاخدوا طريق الخدمات بديل عنه اوسع وافضل منه في الوقت الحالي. هطلع تاني مع حضراتكم على الطريق الرئيسي
نلقي عليه نظرة سريعة. احنا كده كنا على طريق الخدمات يا حضرات، وطالعين دلوقتي على الطريق الرئيسي، اعمال انشاء وتطوير وتوسيع طريق مصر اسكندرية الصحراوي. احنا في اتجاهنا مباشرة يا حضرات للقاهرة، ده الاتجاه اللي متجه للقاهرة. مخرج 38 طريق العالمين الساحل الشمالي، موضح مع حضراتكم اليافطة الإرشادية على جوانب الطريق. لو احنا عايزين نطلع على قاعة محمد نجيب العسكرية، عايزين نطلع على العالمين، بص بقى حضراتكم الطريق ضيق، عربية ممكن تبقى واقفة على اليمين كده، في سواقين ميكروباص بينزلوا الناس على اليمين، فالطريق بيضيق اكتر، فلازم تكونوا حذرين. وفي نفس الوقت الحواجز اللي موجودة على الشمال دي يا حضرات ما تحاولوش تقربوا منها زيادة عن المعتاد، لأن العربيات على السرعة العالية، سوبر جيت معدي من جنبكم، عربية تويوتا، ميكروباص، عربيات معدية بسرعة عالية، العربيات بتعبي هواء، فممكن لما عربية تعدي من جنب حضراتكم بسرعة عالية جدا بترحل العربية حوالي حاجات بسيطة، سواء الاتجاه اللي انت ماشي فيه سواء يمين او يسار. فعشان نتفادي كل الكلام ده يا حضرات نحاول ناخد جانب بعيد عن الحواجز. زي ما حضراتكم شايفين، بصوا الحارة، لو انا همشي جنب في الحارة اللي على الشمال فالحواجز جنب مني قوي، حجر صغير او حاجة صغيرة جدا معرض مع شوية رياح ان طوبة صغيرة تيجي في منتصف الطريق. طب وليه احنا نبعد عن الطريق خالص ونمشي في الجهة اليمين ونتفادى الحواجز، يا اما نمشي في طريق الخدمات. كنت حابب ان اوضح لحضراتكم ونشوف اخر تحديثات طريق مصر اسكندريه الصحراوي، وهنتابع مع حضراتكم كل جديد، وبعد ما انتهاء الطريق باذن الله هصوره لحضراتكم ونشوف الطريق فادنا قد ايه والطريق احلو بعد ما اتطور ولا لا، وهنتابع مع حضراتكم كل جديد بيحصل في البلد. واشوف وش حضراتكم على الف خير، وكل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه عيد الفطر المبارك، وربنا يجعل الايام اللي جايه يا رب ايام خير وبركه علينا كلنا يا رب. اشوف وش حضراتكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.